ثانية من الوضع راقدا يحطها لحسين، أرضية القفشة، عرضية خطيرة والهدف. يا نهار أبيض، يا نهار، تسلل 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 تسلل. هو طبعا أكيد هيراجعوا الفار، أعتقد إنها تسلل. هنشوفها مرة تانية، هنشوفها مرة تانية. واحد بيقول لأ، وطبعا أبو ناصر زعلان زعلان. اهلاوي مفيش فايده، مع ان النهارده بقى يعني ملعبك لازم تبقى محايد، لكن الاهلي بقى في دمه. نشوف دي مره ثانيه، نشوفها مره ثانيه، نشوفها مره ثانيه. لا فيها كلام، لا فيها كلام، فيها كلام، فيها كلام. هنشوف الفار. ما اقدرش اقطع بقى للساده المشاهدين، هم متعودين ان انا بقطع لهم، لكن الزاويه دي احمد فتوح كانت رجله سنه لورا. هل السنه دي خداع كاميرا ولا خداع شلبي؟ هنشوف. يعني هو مين بقى ده؟ لازم فار، مش عارف الفار قرر ايه الحقيقه. تشيكينج. بس الانذار ده ما شفناش عند مين الانذار ده؟ امام عاشور، عشان خلع الفانيلا. عشان خلع الفانيلا، مع انها عهده يا امام. انا شاكك فيها يا استاذ حسن. هنشوف، ما هو لسه بيعمل لسه تشيكينج فار شغال، لانه رجل احمد فتوح بس الزوايا خادعه. بقولها هو عشان ما حدش يفهمني غلط، هو حطها حلوه قوي امام. طبعا أوي طبعا أوي أوي طبعا يعني قوي، لكن الزاويه خليها علينا المره دي معلش. هو اصل لو هدف يبقى هدف قاتل الحقيقه. هيبقى هدف قاتل طبعا في هذا التوقيت يعني. طبعا. هنشوف. شوف ازاي اخذت وقت، لان بقول لحضرتك هي صعبه جدا. في وش رجل انا لمحتها احمد فتوح، ربما تبقى سنه. الزملكاويه دلوقتي اللي بيسمعوني يقول لك ايه يا عم ما تسكت انت، ما انا مالي. انا بشرح بس تشرح اللي بيحصل، انا مالي ده ولا ده اللي يجيب. هنشوف. امام نفسه هو والاهلاويه كلهم طبعا، والزملكاويه طبعا العكس، نفسهم تبقى تسلل، ده اكيد. ترانكو بيقول لهم في فار بيراجع. كل الكلام ده لا يجدي. نفس اللعيبه تتعلم ان كل الكلام مع الحكم ده لا يجدي. وعلى فكره في الفار بقى لا يستدعوا الحكم فيما يتعلق بالتسلل، لان في خطوط. طبعا هو يستدعيه في هاند بول، في فاول. ايوه لكن تمام. في تسلل مفيش رجوع للشاشه. هو هيبلغه تسلل ولا مش تسلل بالظبط كده. يعني القرار دلوقتي في غرفه الفار، بس هم طولوا عشان هي خادعه جدا. خادعه بالنسبه لنا. هم دلوقتي زمانهم بيحطوا الخطوط. على فكره ارثر فينجر اللي ماسك الشغلانه دي في الاتحاد الدولي، من الموسم الجاي مفيش حاجه اسمها جسمك. بالظبط الاقدام بس. بيسموه تسلل ارسن فينجر. ايوه بالظبط كده، بالظبط كده. ما زالت غرفه الفار تراجع، بتحط الخطوط كلها، والخطوط هتتحط قدام حضراتكم حالا دلوقتي وهتشوفوها. وما زلت اشك في هذه الكوره. احتمال رجل احمد فتوح مش رجله يكون مغطي، واحتمال لا. بالنسبه لي هي زوايا صعب ان انا اقطع بيها تماما، لانها ايوه. شكرا. ماشي يا ابو ناصر، ماشي يا ابو ناصر، كده اتكشفت قدام الدنيا كلها يا ابو ناصر. ماشي. خبر على الدراما. انا قلت لحضرتك ايه؟ وش رجل احمد فتوح. عايز اقول لك حاجه بقى. تشهدني تمريره طبعا. طيب. برافو عليك بجد. برافو يعني عليك. تمريره قفشه. طبعا تمريره قفشه، طبعا 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 تمريره قفشه. اذا امام عاشور في الدقيقه 85 يفك الاشتباك. هنتفرج على 5 دقائق من نار، بالاضافه الى الوقت الاصلي الاضافي. امام عاشور امام عاشور عملها، امام عاشور عملها. اسم الله عليه، اسم الله عليه. شوفوا راسه ورجليه. شوف لعيب الوسط، شوف لعيب الوسط اللي بيعمل الاختراق. ايوه. ويخدع كل اشكال الدفاع. بص بقى اهي. ايوه برافو عليك، برافو عليك. شايف وش رجله اهي. انا قاعد جنب فار بقى. لا برافو عليك. ممكن تبقى وش رجل واحد منهم، يا دونجا بس يا احمد، بس المهم وش الرجل. برافو عليك لانك صحيح. مكان عبد الله. تمام.
على وسط الملعب، طويله وعاليه. سيف الجزيري عايز يسند بصدره النصر اللي جاي من ورا لكن غير منضبطه. يرجع مره ثانيه يزقها المثلوتي. هجمه مرتده خطير خطير خطير. امام خطير. عرضيه خطيره وهوبا. يا نهار ابيض يا ولد يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا ليله يا ليله. ايوه يا سيدي، يا ليله اهلاويه على ارض سعوديه، يا ليله اهلاويه على ارض سعوديه. حلوه قفشه يحوم كالفراشه ويلدغ كالقفشه. قفشه القفيش بكره في كل الصحافه يا قفشه. حلوه 2-0 في دقيقتين. ضربتين في الراس توجع، هدفين في دقيقتين. مبروك يا اهلي، واوعى تنسى واوعى تزعل يا زمالك. هذه مباراة في كرة القدم فيها كل الاحتمالات. لعب الزمالك واجاد، ولكن الاهلي هو الذي هدف. وفي النهاية كرة القدم لا تعترف الا بالاهداف. الكرة اتقطعت من وسط الملعب، راحت للمجيد امام عاشور، انطلق وحطها له مروان، وامام بمنتهى الذكاء شاف 2 على يمينه، حطها لقفشه ببطن رجله. ايه الجمال ده منشدها، ده حاططها ببطن رجله في المكان والزمان. بيقول للعواد لا مؤاخذه يا عواد، تعالى الناحيه دي يا اكسلانس. حلوه ببطن رجله ما بين اقدام احمد فتوح، ما بين قربك وخوفي عليك. من فضلك يا فتوح اقفل رجليك. اتحطت حلوه وسط الملعب. وفي هذه اللحظات يطلق اندرسون دارانكو صفارة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز كبير ومستحق للنادي الاهلي، ومستحق لانه استطاع ان ينهي الهجمات بهدفين نظيفين لامام عاشور في الدقيقة 85 ومجدي قفشه في الدقيقة 93 ليعلن النادي الاهلي بطلا لكأس مصر موسم 22-23. بنقول للنادي الاهلي مليون مبروك على هذه النتيجة وهذا الفوز الكبير على الكبير نادي الزمالك. ونقول لنادي الزمالك هارد لك، لعبت مباراة والله كبيرة، ونقلت كرة بشكل اكثر من رائع، ورحت في اتجاه مرمى النادي الاهلي اكثر من مرة، ولكنها كرة القدم، من يستطيع ان ينهي هو الفائز دائما. هارد لك لجماهير النادي الاهلي. مؤكد سنعود مع تسليم الكأس. لو ليك كلمة أخيرة يا أستاذ حسن. الإبداع والمهارة أحيانا، مش أحيانا يعني تحسم أحيانا المباريات. صحيح. المهارة والإبداع، قدرة اللعيب على أنه يبدع، ومهارة عاشور في أنه يتحرك كويس أو يخترق، وتمريرة قفشه، هم دول اللي عملوا هذا النصر الكبير طبعا للنادي الأهلي. بس هارد لك للزمالك. الحقيقة الزمالك عمل برضه مباراة كبيرة جدا. صحيح. وكان ضاغطا من اول الشوط لغايه ما ابتدى الاهلي يتحرك حتى الاستحواذ قدامنا 52 زمالك 48 أهلي. صحيح. لكن تبقى في النهايه 2 الاهلي لا شيء الزمالك. لكن في النهايه الحقيقه مبروك للاهلي، فوز مهم، وفي يعني هارد لك ايضا كبيره للزمالك. صحيح، اتفق معك في كل كلمه. إذا أعزائي المشاهدين، هذه فرحة النادي الأهلي، اللاعبين والجماهير في انتعاشة كبيرة جدا. انسحبت جماهير نادي الزمالك تقريبا من المدرجات المخصصة لها في أرضية الملعب، وبقيت جماهير النادي الأهلي مشتعلة في المدرجات استعدادا لتسليم كأس مصر. التهاني كبيرة بين كولر وكل اللاعبين. كهربا طبعا لم يكن يتوقع أنه يشارك النهاردة، ولكن هذا هو الأمر. إذا مباشرة إلى الاستوديو التحليلي، ثم نعود بعد قليل لتسليم مراسم كأس مصر.